تعال اسمعك تصريح وكلام مهم جدا من سمير السلمي التونسي عن النادي الاهلي وبالفيديو. بيتكلم في برنامج اذاعي تونسي عن مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في افتتاحية بطولة السوبر ليج الافريقي، وبيتكلم عن النادي الاهلي وقوته وقوة نص ملعبه، وانه كان يقدر ينهي المباراة من الشوط الاولاني وانه ضيع اكتر من 4 فرص خلاف الجولين اللي جابهم. تعالوا بقى اسمعك كل الكلام ده بالفيديو. السلام عليكم. في البداية نصلي بينا على النبي ونزيد النبي صلاة، نشترك في القناة لو لسه ما اشتركناش، ونفعل زر الجرس، نحط لايك للفيديو ونشيره. وتعالوا بقى نسمع الكلام المهم ده والتصريح القوي ده من التونسي سمير السلمي عن النادي الاهلي. يلا بينا. شفت ماتش مزيان صراحة. الشوط الأول للأهلي ضيع 3-4 بوتو فاسيلمون، سيطر ماركة في 45 دقيقة لعب تقريبا، لكن ضيع 3 أهداف. بيرسيتاو ضيع هدف، ما كانش في احسن حالاته بيرسيتاو راس خذاها، وكهرباء تقريبا ضيع. وكان الاهلي مسيطر سورتو في وسط الميدان اللي كان ممتاز. ربيعه في الدفاع كان ممتاز برشا، والشناوي تقريبا كان في عطله. المفاجاه شنو؟ 2 تغييرات من روبرتينو غير بهم تقريبا. ذكرتني روبرتينو راه مدرب سيمبا التنزاني، ملعب التونسي ملعب التونسي تاعنا عكروتشو يا جوي با غانيي، عنده سي في محترم جدا، يلعب يكون واحد. عنده سي في محترم. دو شونجمون ديجا كانوتي هو اللي ماركا الثاني ماركاه في دقيقه تقريبا. عمل دي شونجمون. ماتش مزيان، ماتش حلو. الاهلي بطبيعه الحال يقعد ديما النادي الاهلي افضل من سيمبا، ولكن الكره في تنزانيا تتطور بشكل كبير ياسر. ملعب ممتاز، جماهير مثاليه، والملعب هذاك هو اللي بيشتغل فيه الاسبيرونس. الملعب هذاك هو اللي بيشتغل فيه الترجي الرياضي التونسي.